أهلا بكم إلى القسم الأخير من احتفالنا بأبطالنا، وخاصة هؤلاء منهم الذين ظلموا إما عمدا أو سهوا. في هذه الفقرة نحتفل بالمجموعة 39 قتال التي تألقت عقب هزيمة يونيو عام 67 من مزيج من قوات الصاعقة البرية والبحرية تحت قيادة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي. سيتاح لنا أيضا أو سيفتح هذا لنا أيضا بابا للاحتفال بأبطالنا من أهل مصر في سيناء المنسيين، إذ إن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي بدأ في عام 7 أو بالأحرى في عام 70 في قيادة منظمة سيناء العربية التي ضمت فدائيين مدنيين وعسكريين، ونفذت عمليات عسكرية متعددة في قلب سيناء المحتلة إلى أن وصلنا إلى 6 أكتوبر عام 73. اسمحوا لي أن أرحب في هذه الفقرة بسيادة الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال وأحد أبطال الصاعقة البحرية. وأعتذر لكم عن عدم تمكن كاتبنا الكبير الأستاذ جمال الغيطاني من المشاركة معنا بسبب الإرهاق. يبدو أن خطأنا، احنا اتأخرنا عليه شوية، وهو ليس معتادا على السهر خاصة بعد إجراء عملية مؤخرا. نرجو له الشفاء بكل صدق من قلوبنا، ونأسف لعدم تمكنه من المشاركة معنا. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير وسلامة. شكرا قوي. تاريخ طويل وحافل، والمجموعة 39 قتال، حاجة كده بتفكرنا بأفلام جيمس بوند والحاجات طبعا اللي بنشوفها بس في الأفلام الأمريكاني وملاحم. والأهم من ده إنها كانت ملاحم في أقصى الظروف وفي أحلك اللحظات، ضد كل التوقعات. كنتوا بتعملوا حاجات يعني كل حاجة صغيرة منها ممكن تعمل فيلم كبير قوي. طيب صح. عايز أبدأ مع حضرتك كده من الأول خالص. إيه هي المجموعة 39 قتال؟ حكايتها إيه؟ وملامح كده لبعض الحاجات الأساسية وأهم الناس اللي عايزين نديهم حقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا بهني قناة الأون تي في بالعيد الثالث لها. أشكرك. حاجة كويسة إن يوم 6 أكتوبر العيد الثالث، وبرنامج آخر الكلام بالعيد الثاني لها. أشكرك. ودي حاجة يعني أشكرك كويسة الحمد لله. بس ده إيه جنب احتفالنا الكبير بقى؟ لا الحمد لله. وبهني الشعب المصري العظيم كله، قواتنا المسلحة والشعب المصري كله، لأن الشعب المصري هو كله قوات مسلحة، والقوات المسلحة هي الشعب المصري. بهنيهم باليوم العظيم التاريخي اللي هو يوم 6 أكتوبر. وطبعا اشتركت أنا في حرب أكتوبر، ولكن أنا ببدأ من أول بعد النكسة مباشرة، من حرب الاستنزاف اللي قامت بيها المجموعة 39 قتال، بداية من أول شهر 7 من 4/7. أنا بحب أتكلم عن الشهيد إبراهيم الرفاعي رحمه الله كتير قوي، لأن الشهيد إبراهيم الرفاعي له بصمات في كل مكان، ودي كانت بداية لعمل المجموعة. الشهيد إبراهيم الرفاعي رحمه الله بدأ كلف بعد انسحاب القوات المصرية في عام 67 أخذ رجال من الصاعقة، ملازم أول رأفت الجمعة، ملازم أول بهجة خضير. خلينا نشوف صور يا جماعة. ملازم أول صور اللي أيوة. على أساس ان القوات المسلحة لما انسحبت في 67، دي صورة للشهيد إبراهيم الرفاعي والسادات. ده كان لما زار المجموعة 39 عام 71. فكلف بتدمير الذخيرة والأسلحة اللي تركتها القوات المصرية في 67، وعبر الشهيد إبراهيم الرفاعي والمجموعة من الرجال الأبطال بالألغام والمتفجرات، وعبر القنال
وراح فجر الأسلحة والذخيرة المصرية اللي استولى عليها القوات الإسرائيلية. كان في قطر محمل بالذخيرة والأسلحة، وتم تفجير 1,000,000 صندوق ذخيرة مصرية كان هياخدها العدو الإسرائيلي ويطلع بيها على إسرائيل ليستفاد بيها. ودي كانت شهادة، دي كانت أول عملية، وكانت أول عملية للشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، إن ينسف 1,000,000 صندوق ذخيرة في الضفة الشرقية. طبعا العمليات كتيرة جدا. انا عايز اولا تقول لنا تشكيل المجموعه. يا جماعه لو شوفونا من البدايه بالترتيب الجرافيكس من 1 ل 8 ناخدهم مع بعض. دي صوره لنا، صوره جماعيه كنا راجعين من عمليه، وصورة الشهيد إبراهيم الرفاعي أعلى، قبل منه الشهيد عصام الدالي، قبل منه المرحوم حنفي. المجموعة اللي حواليا أنا اللي قاعد قدام في الأول وحاطط إيدي في وسطي، كل المجموعة اللي ورايا توفوا واستشهدوا، الله يرحمهم. واللي لابس أفرول كاكي المرحوم اللواء مصطفى كمال، كان الأب الروحي للمجموعة 39 قتال، واخر حاجه عمل فيها كان ماسك مساعد وزير الدفاع للتسليح. وبعد منه قائدي العظيم ربنا يديله الصحه اللواء اسلام توفيق قاسم، وراه البطل العظيم عبد الحميد السباعي، في غريب جوده محمد، في السيد سليمان الله يرحمه، في المرحوم عبده ابو عرام، في مجموعه كبيره قوي. ودي الصوره ديت خدها البطل عبد الحميد السباعي وبدا يحط عليها دواير ويحط عليها الاسماء. وفي المرحوم البجاوي، في الشهيد الشامي، في الشهيد عبد المنعم غلوش، المرحوم عبد المنعم غلوش اللي عبر القناه وجاب 3 صواريخ. كان السوفيت طالبين صاروخ واحد فقط، فعبر القناه هو علشان يختبروه يشوفوا ايه. هو والمرحوم قائد ثاني المجموعه محمد علي طه نصر، و اللواء اسلام توفيق قاسم. انا بقول باسماء، هو كان نقيب اسلام توفيق قاسم ساعتها. وعبروا القناه وجابوا 3 صواريخ، علما بان السوفييت كانوا طالبين صاروخ واحد علشان يشوفوا الصواريخ دي بتضرب على الضفه الغربيه بتاعتنا، على الطريق اللي بيؤدي الى بورسعيد، اللي هو الطريق اللي هو جنب القناه. فطبعا الروس كانوا بيطلبوا طلب، بيقولوا احنا كنا طالبين لما رجع بالصواريخ. الروس قالوا احنا كنا طالبين طلب مستحيل من المصريين، فبدل ما نطلب صاروخ يجي لنا 3 صواريخ. فاتضح ان الصاروخ ده كان مداه صغير قوي، حوالي 5-6 كيلو. فبداوا يمنعوا المرور على الطريق اللي ماشي جنب القناه، وقالوا لا، يبقى الطريق الثاني اللي هو الطريق العادي نبعد عن مدى الصواريخ. وطبعا جميل. والصوره دي لو حطيناها تاني، انتوا كنتوا راجعين منين؟ انهي الصوره اللي هي دي؟ ما احنا كنا راجعين من عمليه، بس انا يعني الذاكره خيناني شويه. كانت من عمليه كنا بنرص فيها الغام للعدو، لان احنا رصينا الغام. احنا عملنا اكثر من 81 عمليه في سينا للعدو الاسرائيلي. ما كناش بنخليه ينام لا ليل ولا نهار، الى درجه بان موشى ديان اطلق علينا اسم الاشباح. والى درجه بان في كاتب عظيم مؤرخ اسمه الاستاذ احمد علي عطيه الله عمل كتاب باسم الاشباح، علشان كل افراد المجموعه من شهداء ومتوفيين وابطال موجودين. دي الصوره بتوضح انتوا بتحطوا دي صوره الشهيد ابراهيم الرفاعي، واللواء محسن طه اللي بعده، واللي في الاخر في الشمال البطل يسري الفيل من دمياط. اللي كان فيه بيرصوا الغام في ارض العدو. والصوره ديت جايبينها من البطل يسري الفيل في ارض العدو ولا في ارضنا المحتله؟ لا، في ارضنا. انا اسف جدا. لا، دي في ارضنا المحتله اللي احنا حررناها الحمد لله. برافو على حضرتك. صح كده. طيب كان في صوره يعني من الصفحه الاولى للاهرام في ابريل 69. دي كانت عمليه حصلت برضو مش عارف دي من اقوى العمليات اللي المجموعه 39 قتال طلعتها. وهي كانت عمليه لسان التمساح. ولسان التمساح
استشهد الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض في 9 مارس عام 69. واصدر الرئيس جمال عبد الناصر للمرحوم الفريق صادق، او كان ايامها اللواء صادق، ان لازم ناخد بطار البطل عبد المنعم رياض لان اتضرب من موقع في نمره 6. فجهزنا العمليه وطلعنا عبرنا القناه. انا بقول لسعادتك باختصارات شديده جدا، وعبرنا القناه وهجمنا على الموقع اللي طلعت منه الدانه اللي قتلت الشهيد عبد المنعم رياض، وقتلنا كل من هو بالموقع. وكان ليا الشرف ان كان معايا البطل محمد شاكر والبطل هنيدي مهدي ابو شريف، عبد الحميد السباعي، السيد محمد احمد، مجموعه امين شاهين، مجموعه كبيره جدا. وبعدين وقت ضرب المدفعيه اسمه ضرب تمهيدي على المواقع الاسرائيليه، الجنود اليهود اجبن خلق الله اول ما بتبدا المدفعيه تضرب بدأوا يستخبوا في قلب المواقع، في قلب الملاجئ من جوه. وكان قائد المدفعية أيامها المرحوم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة. هجمنا على الموقع واستولينا عليه، وإحنا رمينا لهم. أنا كنت في المجموعة الأولى، مجموعة فعملية التمساح دي كانت انتقاما من اغتيال اخذ الصقر للشهيد عبد المنعم رياض، واحد ابطالنا طبعا. الحمد لله كان ليا الشرف اني اقتل 30 واحد ضابط وعسكري وصف ضابط اسرائيلي، انا والبطل هنيدي مهدي ابو شريف، لان كان من حظنا انهم كلهم دخلوا زي الفيران في قلب الملجأ. احنا قتلنا 44 واحد. عايز بس حضرتك تفكر الساده المشاهدين استشهد ازاي عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض اللي له تمثال دلوقتي بيشاور على ميدان التحرير. خلينا بس في مفارقات كتير قوي في التاريخ. الشهيد البطل عبد المنعم رياض من اشجع الرجال اللي كان بيمر على ولاده على الجبهه، وليس اقول القائد بتاعهم، وكان بيمر على ضباطه بيعتبرهم اولاده وابنائه واخواته. والموقع اللي احنا هجمنا عليه بتاع لسان التمساح رصد بالنظارات بتاعته ان في قائد كبير في المنطقه ديت، لان كانت الضباط ماشيه حواليه وزياره. فبداوا يتضربوا دانا اللي استشهد فيها الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله. واحنا اخذنا بطاره صح. طب اقول لحضرتك دمرنا كل اللي في الموقع. طبعا ده شيء عمليه نوعيه يعني من اقوى العمليات اللي بفتخر بيها. بس يعني مش عارف اذا كان حضرتك تعرف الحقيقه دي ولا لا. في اثناء حرب اكتوبر نفسها بقى حصل حاجه، احنا استهدفنا قائد كبير عندهم تقريبا بنفس الطريقه اللي هم استهدفوا بيها عبد المنعم رياض. في حضرتك تعرفوا هو مين الاول؟ لا، اولا احنا اثرنا على السافيه جوري. لا استهداف، اتقتل بقذيفه من عندنا بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها. لا انا عجزت مش فاكر. لا مش ربنا يديك الصحه. الله يخليك طول عمرك. لا الاسرائيليين كان عندهم فرقتين اساسيتين. أيوة. فرقه ألبرت ماندلر وفرقه بران او ابراهام ادان. بالاضافه الى الفرقه الثالثه اللي هي كانت زي فرقه الجوكر بتاعه ايرل شارون. ألبرت ماندلر اعتقد يوم 9 ان لم تخن الذاكره، يوم 9 احنا التقطنا اتصال لاسلكي ما بينه وما بين جورودوش. جورودوش ده كان قائد الجبهه الجنوبيه بتاعتهم من وجهه نظرهم يعني. احنا كنا هنقتل جولدا مائير بس نفذت. لا تم التقاط الاتصال. بعدين مباشره قذيفه مصريه عليه دانا وقعت عليه. باي باي. طيب يبقى برضه ده اخذ بالصار ثاني. بس احنا اخذنا يعني قبل الشهيد عبد المنعم رياض قتلنا 44 منهم القاده العظام. كان الشهيد ابراهيم الرفاعي، اللي هو محي نوح، اللي هو احمد رجاء عطيه كان قائد الموقعه، الرائد محمد عبد موسى. كان في العمليه صححني اذا كانت المعلومات مش مظبوطه، وتقول لي على الفتره اللي حصلت فيها الانجازات اللي قامت بيها مجموعه 39 قتال.
نشوفها مع بعض يا جماعة على الشاشة. نجحت المجموعة 39 قتال في تكبيد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة، من بينها قتل وجرح أكثر من 430 جندي إسرائيلي. تمام. تدمير أكثر من 31 مركبة وآلية عسكرية متنوعة. تمام. تدمير 14 دبابة إسرائيلية. لا مال إيه عملتوا فيه؟ انا عايز احكي لك العمليه دي. عملتوا فيه إيه؟ يا ريتك تديني فرصه، انا مستعد اقعد معاك للصبح، بس انا عايز قول لي الشباب الأول يعرف. عملتوا فيه إيه؟ احنا عبرنا القناه. جبتوه؟ حضرتك بتخلص معايا اهو. لا 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 انا عايز اعرف بسرعه انت انا هقول عملتوا فيه ايه؟ لحضرتك. احنا لما عبرنا القناه وعملنا لهم كمين، لان الاستطلاع المصري بتاعنا، والاستطلاع هو الجندي المجهول في القوات المسلحه. صحيح. الناس دي هي الجنود المجهولين. صحيح. عملنا لهم الكمين، وانا كنت من قائد الحته اللي هلغم فيها للعربيات اللي جايه، وبدل ما نحط لغم واحد، اللغم لوحده يفجر دبابه، ده اكتر من ليه. ده اكتر من لواء عبر القناه وبيضرب نار. انفجرت العربيتين وطاروا كل اللي في العربيات. العربيتين كانوا 6 افراد، كان معاهم لا مؤاخذه كلب حرب. يعقوب رونيه طار من ضمن الناس، بس ده اللي كان في الروح لان كان سنين. ضربت طلقه اشاره من نقيب اسلام توفيق قاسم للهجوم بقى. بعد كده جينا نزلنا هجمنا، ما لقيناش حاجه، لقينا كله طاير في الجو، لقينا واحد بينازع. دي الحقيقه، لان في ناس كتيره بتكتب على النت كلام غلط. لما لقينا واحد بينازع، جه البطل محمد شاكر، الشهيد الجيزي، البطل هنيدي مهدي ابو شريف، مجموعه شيل هوب. هو كان تقيل، فراح هنيدي كان عنتيل ربنا يديله الصحه، خده على كتفه والناس مسنده معاه، حطوه في اللانش وعبرنا بيه الجنب الثاني على المستشفى، كان مات. اعلنت اسرائيل وموشا ديان، احنا اولا انكرنا ان احنا عملنا عمليه تماما على الضفه الشرقيه. موشا ديان، الكلام ده عندي في الجورنال، موشا ديان يطالب بمحاكمه الفدائيين المصريين الذين عبروا القناه. مصر انكرت ان احنا يعني ما يطالب يعني بيطالب بمحاكمتنا. اهلا وسهلا. فمصر قالت احنا ما عملناش حاجه. منظمة فتح الفلسطينية أعلنت مسؤوليتها عن الحادث. وبكده أخذنا قابلنا الفريق أول محمد فوزي، ومنحنا المتطوعين أيامها نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الثانية والمجندين مكافأة تشجيعية 30 جنيه، وليا كلام على الأوسمة. 30 جنيه 30 جنيه مكافأة تشجيعية، حاجة كبيرة يا فندم. طبعا أياميها طبعا. النوط الجمهورية اللي منحناه منحنا تاني من الرئيس السادات لما زار المجموعة سنة 71، وكان في صور كتير أنا كنت جايبها لحضرتك. طب ممكن بس لحظة أنا أكمل بس إنجازات عشان حضرتك تصححني إذا كان في حاجة مش مظبوطة. أنا تحت أمرك، لأن طيب. ده الكلام ده شهادة للتاريخ. طيب. بحب الشباب يسمعوا. جميل جدا. الله عام 69 عبور قناة السويس وتنفيذ عملية خاصة أسفرت عن مقتل 44 جندي إسرائيلي. هي دي التمساح. لذلك دي عملية التمساح. دي عملية لسان التمساح. تمكن الجندي أحمد نوار عضو المجموعة 39 قتال من رصد مروحية عسكرية إسرائيلية، واستهدف أحد راكبيها وهو القائد الإسرائيلي العام لقطاع سيناء. ما عندناش أحمد نوار خالص. ده جاي منين المعلومات دي؟ الكلام ده بيجي من على النت.
طيب كويس جدا ان حضرتك موجود معلش. معانا علشان انا لقيت على النت ناس بتقول ان احنا كنا هجمنا على موقع لسان التمساح وكنا بنضربهم بالخناجر وبالاسلحه ولم نستعمل البنادق ولا الرشاشات. طب ازاي؟ طب انا يعني هقول له انا جاي لك بالخنجر وهو يضربني بالرشاش وبعد كده ابقى لا. جميل. احنا جميل. يعني تعاملنا بسلاح قبل سلاح، بس هم جبنا، ما حدش قابلنا، ما حدش واجهنا. سنة 70 الرئيس عبد الناصر يعني قال طيب خلينا من المجموعة 39 قتال نحولها إلى شيء جديد اسمه منظمة سيناء العربية، أو أخذ الشهيد إبراهيم الرفاعي وهو كان عمله هو قائد. المعلومة الصحيحة المعلومة الصحيحة ان احنا عمرنا ما لبسنا مدني او قلنا احنا او عملنا في منظمة سيناء. منظمة سيناء انا بعتز بيها لان من ضمن القادة المرحوم مدحت مرسي ومنحني نوط منظمة سيناء مع ابطال منظمة سيناء العرب. احنا ما اشتغلناش في منظمة سيناء دي مدنية، ولكن معظم الناس فهمت الكلام غلط، لان احنا كل ما نطلع عملية كنا مرة يقولوا القوات الخاصة ومرة يقولوا عبرت القناة، يعني القوات الصاعقة عبرت القناة وعملت كذا، منظمة سيناء عبرت القناة وعملت كذا. ولكن احنا كنا بنعمل الكلام ده لنرهب العدو ان احنا مش مجموعة واحدة او قوات صاعقه واحده او حاجه من دي. عمرنا ما اشتغلنا، وبسمع كلام على النت كتير قوي، انا بصحح للشباب الوطني العظيم. جميل. ان عمرنا ما قلنا ان احنا تبع منظمه سيناء، لا، في ابطال اشتغلت في منظمه سيناء بعد ما سابت المجموعه 39 قتال. اللواء وام سالم. في ناس كتيره اشتغلت فيها فعلا. جميل. واللواء احمد رجاء عطيه اشتغل في احنا هيكون معانا بعد شويه يعني حد يعز علينا جميعا وله علاقه بالامور دي كلها، لكن يعني عايز بس اكمل عشان اذا كان حضرتك ممكن تصححني. في حرب اكتوبر 73 نفذت المجموعه عشرات العمليات التي اسفرت عن تدمير مواقع عسكريه اسرائيليه في مختلف انحاء سيناء، تمكنت من استهداف عده محطات بترول من بينها بلاعيم والطور. الله ينور. بهدف مظبوطه 10 جميل، من بين بلاعيم والطور بهدف اشعال حرائق تؤثر. انا عايز اقول لسعادتك على يوم 6 اكتوبر. ما انا جاي لحضرتك اكمل. اتفضل. تؤثر سلبيا على دقه تصوير طائرات التجسس التابعه للعدو. نجحت في استهداف مطار الطور الإسرائيلي وتدمير طائراته وقتل عدد كبير من الطيارين. 5 مرات وقتل عدد كبير من الطيارين الإسرائيليين. حصل. يعطيكم العافية. أنا عايز أنقل طبعا لأنه واضح أنه المجموعة 39 قتال زيها زي يعني ناس كتير في سواء أثناء حرب أكتوبر أو قبل حرب أكتوبر في حرب الاستنزاف، سواء كانوا على الجبهة المصرية بشكل مباشر أو وراء الخطوط له دور من نوع أو آخر، تعرضوا لظلم أو على الأقل. ما أنا عايز أحكي لسعادتك أجيال جديدة ما عرفتش. أنا هاجي لحضرتك، بس أنا عايز أشوف نعرض على أنا كنت بقول إن هيكون معانا على التليفون الحاج حسن خلف اللي يعز علينا كلنا، يعني أحد أبطال حرب الاستنزاف اللي عملنا معاه في 6 أكتوبر الماضي حوار طويل. ده راجل محترم جدا. تعرفه؟ أيوة. ممتاز ممتاز. بس هنفكر السادة المشاهدين بس بجزء من اللي قالوا لنا الحاج حسن خلف في خلال هذا الحوار الذي عرضناه في العام الماضي. وتحية لكل شهيد عبر قناة السويس، ويا ريت أتمنى زي دول العالم كلهم أن نستثمر دماءهم استثمارا صحيحا وما نستثمروش غلط، لأن كل دولة بتنتصر لابد أن تعود هذه الدماء الطاهرة بالخير على أبناء هؤلاء الشهداء. مش عايز أقول أكتر من كده. أنا حاسس إن في نظرة تأثر، يعني نظرة تأثر. أنا أتصور أن لم ننصف الشهداء. يعني أولا التنمية، لابد أن يكون في تنمية، لابد أن يكون في رخاء، لابد أن يكون في استقرار الأسعار. ده نتيجة الدماء الطاهرة اللي بتسيل عشان إيه الدماء؟ على تحرير الأرض. الله يرحمهم. الله يرحمهم. لكن ربما تعثرنا، ربما تخاذلنا، ربما أهملنا. أرجو أن تصح الأمور، أرجو أن تصح الأمور، لأنه لا يجوز أن ننتصر في معركة ويتعب الشعب بعد ذلك إطلاقا. لابد
لأن الأرض دي اتحررت بدماء طاهرة زكية، تركت أبناء وتركت زوجات وتركت عائلات. علشان النهاردة نتذكرهم ونهمل دي جريمة. الله ينور عليك والله. الحاج حسن خلف ده جه على الوجيعة الحاج حسن ده، مش كده برضه؟ لأن أنا عندي شكوى جامدة لازم أقولها إن شاء الله. هنقولها يعني، بس لازم طبعا ندي الراجل حقه، لأنه شرفني أنا شخصيا بجولة في مواقع الأحداث، وحكى لنا عن عملية نوعية قلبت إسرائيل. حضرتك ذكرت من شوية أنه كانوا بيسموكوا الإسرائيليين الأشباح. أيوة. برضو الحاج حسن كان كلمنا عن النقطة دي، وأنا سعيد أنه هو الآن معنا على الهاتف. السلام عليكم يا حاج. حاج حسن. صباح الخير يا استاذ يوسف. يا صباح الفل. وصباح الخير على سيادة الرائد. ربنا يخليك. وعلى مجموعة 39 فتاة. ربنا يخليك. أولا أنا أزعم أني بتكلم باسم سيادة الرائد، نعتذر للشهداء لأن احنا مش هنوفيهم حقهم مهما تكلمنا. في حرب الاستنزاف يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رحمة الله عليه يوم 9 مارس 69 الساعة 6 مساء في نمرة 6 في الإسماعيلية حصلت روح في الجيش، روح انتقام عظيمة جدا. اسمح لي أنا هتكلم على عملية لأول مرة تجسر وما كنتش أحب أتكلم عنها يعني. تفضل. هناك في نقطة حسيمة لخط بريف توجد شرق بور فؤاد. الملاحات بين البحر والملاحات شريط عرضه 30 متر. دخل الإسرائيلي من ناحية بلوزة مع هذا الشريط لكي يحتل بور فؤاد، فتصدت له القوات المصرية فنصبوا موقع حصين جدا في هذا الشريط، جنوبه الملاحات وشماله البحر. بعد استشهاد الفريق أمام الرياض الله يرحمه المقدم عادل فؤاد، الله ده قائدي، لازم تقصف. كنا نقصفها بالمدفعيه وبالدبابات ما حدش ياثر فيها، قالوا عايزين نقصفها من الخلف بالصواريخ. عادل فؤاد ومدحت مرسي. وقع الاختيار علي ومعايا زميل رحمه الله عليه ان احنا نخش في الملاحات ونستطلع هذه النقطه من الخلف. فيبدو اننا اقتربنا كثيرا فاطلقت علينا قنابل، عرفنا فيما بعد انها قنابل بسوريه. فقطعت يد زميلي، فتحت جهاز اللاسلكي اللي مداه 12 كيلو متر، بتصل بالقائد بتاعي المقدم مصطفى كامل، فبقول له يا فندم بيننا اصابات. قال لي طيب حاول تنسحب. فطلعوا باعث كشاف بيسموه باعث في القوات المسلحه، وقعدوا يدوروا علينا في الملاحات. نعم. فانبطحنا في الارض. انا بقول القصه دي علشان اخرها عايز اقول حاجه يعني. اتصلت بالمقدم عادل، اتصل بي المقدم عادل فؤاد، استنجد بقائد المدفعيه الثقيله في مطار الجميل، قال له اقصف لي الموقع رقم 1 الاسرائيلي عشان اسحب فردين من جوه. فقال له طيب ممكن يوجه لي الضرب. فاتصل بي قال لي حاول توجه المدفعيه، هنضرب دانه دانه وحدد لي الضرب بينزل فين يعني. فاطلق 3 دانات متقطعه الى انات الدانه في قلب الموقع، فقلت له ركز. فركز فحصل انفجار شديد في داخل الموقع، انسحبنا. اهم ما في الموضوع ان ضابط المخابرات مصطفى كامل هناك تعليمات مشدده على ضباط المخابرات ممنوع منعا باتا عبور القناه لسببين. لان ضابط المخابرات الحربيه يعلم 90% او 100% تشكيلات كل القوات المسلحه. وكانت في مقوله تقول انه اذا قتل خساره واذا اسر مصيبه. نعم صح. ففوجئت بهذا الضابط انه مزع البنطلون، قلع الجزمه ومزع البنطلون فوق الركبه عشان يغوص في الملاحات. وقابلنا في منتصف الملاحات ومعاه جندي، فأفاجئ انه يجثم على ركبتيه ويقول لزميلي اصعد على كتفي. يا الله. الجندي اللي معاه قال له يا فندم انا هشيله، قال له لا انا اللي هشيله. وشاله، ترك اثر يعني. يا هل ترى، انا هسال سياده الرائد، يا هل ترى اليوم الروح القتاليه ونوعيه هذه الضباط موجودين الان في القوات المسلحه، ويا ريت تطمني على الروح القتاليه وعلى التدريب، هل هو موجود؟
ان شاء الله نرجو ذلك. خليني الاول بس يا حاج قول لي لازم نبروز شويه بس الحكايه، معلش نكرر الاسم تاني، يعني ضابط المخابرات الحربيه اسمه ايه تاني؟ مصطفى كامل. مصطفى كامل، اسمه مصطفى كامل. نعم. بقى عميد بعد كده، وكان رئيس فرع مخابرات الحدود في روكسي. نعم. موجود لسه يعني. نعم. يعني انا وهاجر الى كندا اخيرا. والله اذا كان بيسمعنا او هيسمعنا بعدين، احنا طبعا يعني انا مين بس على الاقل انا بتكلم ليك التحيه والتقدير والله، بلسان كل مصري وكل عربي شريف، يعني انه يوجه له نقول له يعني تحيه له للي زيه. يعني هو ده المقصود من يعني الحلقه اللي احنا بنحتفل بيها بحرب اكتوبر، نلقي الضوء على النماذج اللي زي دي المشرفه. ومن خلال حضرتك يا حاج حسن انا عايز القي الضوء مش بس على المجموعه 39 قتال، على اهالينا كلهم في سيناء واللي عملوه. انا عارف ان احنا يعني قلنا جانب من ده السنه اللي فاتت، لكن برضو لازم دايما نفتكرهم ونحسسهم دايما انه العهد اللي فات اللي كان ما بيديهمش حقهم وما بيعتبرهمش، بيبصوا كانهم يعني شعب اخر. يعني خلينا نكون صراحه مع بعض في نهايه المطاف، يعني كلنا اصحاب ارض واحده وشعب واحد يعني. وارجو انه بدا ده يتغير في النفسيه، والناس تدرك فعلا انه لا، يعني مش ده الوضع اللي المفروض يكون. عن اذن حضرتك اقول للحاج حسن بس، احنا ابطال اكتوبر والمجموعه 39 بنعمل دلوقتي اللواء احمد رجاء عطيه، واللواء محمد وئام سالم، واللواء مختار الفار، واللواء ياسين سند. دلوقتي دخلنا من بعد التحرير الى تعمير سيناء، لان سيناء لا يعني جزء لا يتجزأ من مصر. وانا لما بقول كمان الشعب المصري هو سيناء ومصر واسكندريه، الشعب المصري جميعا. وطبعا تحيه اعزاز وتقدير لحضرتك، وانت من الابطال مع منظمه سيناء، الناس المحترمين اللي وقفوا بكل جوارحهم في الحرب معنا. حاج حسن، يعني انا عاجز عن الشكر مره اخرى انك تشرفني بصوتك يعني بروحك معانا في ذكرى دائما ما هي عزيزه وغاليه على قلوبنا جميعا. اشكرك شكرا جزيلا الحاج حسن خلف، من ابطال حرب الاستنزاف واحد اعيان قبيله السواركه في سيناء الحبيبه. سياده الرائد، ما فضلناش غير دقيقة واحدة بس أبدا. نحاول. ده أنا قاعد طول الليل لأن لا أنا ما خدتش وقت. والله العظيم أنا عارف، بس هما بيقولوا لي إنه لا بلاش ندخل أي برامج تاني وخليني أكمل مع حضرتك لأن هزعل قوي. لا والله العظيم أنا كمان زعلان. أنا بناء على الزملاء أبطال المجموعة 39 وكل اللي منحوا نوط الجمهورية العسكري، للأسف ما خدناش حقنا لما نمنح نوط الجمهورية العسكري، وأنا باخد له 500 جنيه وهي نجمة سيناء أو نجمة الشرف كانت 1000 جنيه. وبعدين نفاجأ نلاقي كل الناس بتاعتنا اللي واخدة نوط الجمهورية تتركن على جنب وتبدأ تترفع من 1000 جنيه لحد ما وصلت 20,000 جنيه من السيد زكريا عزمي والسيد الحاشيه اللي ورا الرئيس. انا المخلوع حسني مبارك، انا ما بحبش اتكلم في السياسه، ولكن انا بس يعني لا، من حق حضرتك اذا ما كنتش انت تتكلم سياسه مين اللي يتكلم؟ معلش انا بس من حرقتي وزعلي ان لما احنا نتركن يا ابطال اكتوبر على جنب من اللي منحوا نوط الجمهوريه، اللي لو انا مدي لحضرتك صور مكتوبه ايه في النوط الجمهوريه اولى او ثانيه. انا معايا نوط جمهوريه اولى وثانيه ونوط الشجاعه ونوط منظمه سيناء وميداليه 6 اكتوبر وميداليه الخدمه بتقول القدوه الحسنه، يعني بنعلق صفوف كده. ولكن للاسف لما ابص الاقي احنا نتركن 500 جنيه وبعدين يقوموا يرفعونا، يقول لك ارفعوهم 50%، يقوموا هم يوصلوا ل 15,000، بقينا احنا 750 جنيه. وبعد كده قال لك اركن على جنب بياخدوا 20,000 جنيه. الرئيس المخلوع منح او خد نجمة الشرف العسكرية وكرم بنجمة سيناء، بقوا 40,000، ورجع ادى لنفسه نجمة الشرف او نجمة سيناء، حاجة من الاثنين ادى لنفسه. ايوه في سنة 83 منح لنفسه. طبعا خدها عشان الفلوس. بقى ياخد
هو طبعا مش محتاج فلوس. احنا اللي غلابه، احنا اللي بنشعبط في المواصلات والاتوبيسات. وبعدين بيقول لك ابطال اكتوبر. في الاخ مصطفى الحموي بيحلفني باولاده ومحمد شاكر بيحلفوني ان اكلم حضرتك. فعلا دي رساله. الاخ محمود سعد الجلاد، كل دول ابطال اكتوبر. انا يعني مش قادر، لاني انا عارف وقت سعادتك. لا ارجوك قول اسماء، لو عندك اسماء اخرى ارجوك قولها. يعني انا هقول اسماء الشهداء لان دي حاجه تعز عليا، لانهم استشهدوا وتوفوا. ولكن بيستحلفوني بالله اني بنناشد المشير العظيم محمد حسين طنطاوي، بنناشده احنا ابنائك واحنا ابطال، وحضرتك بطل الفرقه 16 مشاه اللي اذاقت العدو في الدبابات، دمرت 250 دبابه مع اللواء عبد الجابر، والبطل ابراهيم السيد عبد العال، وكان زميل المرحوم البطل صائد الدبابات عبد العاطي. في ناس كتيره قوي، بس للاسف بنقول ولو جزء من حقنا، بدل ما انا لما اكون باجي اجوز بنتي، وانا الكلام ده قلته في قناه الشباب، وعندي بنت محاميه اللي هي اخر العنقود بجهز فيها، وزعلت مني ان انا قلت الكلام ده، وهكرره تاني. بدل ما استلف ومد ايديا للناس عشان اجهز بنتي وانا من ابطال اكتوبر، وبيقولوا ابطال اكتوبر، لكن يجب ان احنا ناخد حقنا على الاقل. دي اقل حاجه. انا معايا اوراق كتيره بتقول ان زدنا امتى وزدنا امتى وزدنا امتى. ايه 750 جنيه لما العمليه اللي احنا موتنا فيها 44 يهودي من الاعداء، وبعدين نرجع من العمليه حضرتك يقوم منحنا او مدينا هديه ايه؟ راديو ترانزستور ويلكو قد اصغر من كف اليد، تقديرا لاعمال البطوله والشجاعه الفائقه. يا فرحتي بقولة البطولة والشجاعة الفائقة. ازاي؟ انا بكلم الناس على الفيسبوك دلوقتي، في ناس عظام جدا، وفي جروبات عسكرية بحييها، منهم المجموعة 73 مؤرخين، منهم الشهيد البطل الشهيد الأسطورة إبراهيم الرفاعي، منهم جروب الشهيد إبراهيم الرفاعي. الناس دي كلها بتتكلم عن تاريخ العسكرية المصرية، وعن حرب أكتوبر، وعن المجموعة 39. أنا كل يوم في مكان، في مدارس، في الحدائق، في أي مكان بحب أقعد مع الشباب، وأي واحد التليفون بتاعي ما بيسكتش، واللي على النت ما بيسكتش، واللي بيسأل أي سؤال عن الجيش أو عن الحرب بقول لهم احنا عملنا كذا، وده صح وده غلط. بنحب نبصر الشباب، بنقول لهم يا اخوانا الوقفات الغلط بلاش منها. يعني احنا بنقول يعني دي صورتي انا وانا كنت على الريف، ودي كانت شدة القتال اللي قدام دي كفتين بول بتشيل 8 خزن ذخيره، واللي ورا دي بطانيه عشان لو نمت في الجبل ابقى نايم عليها او اتغطى بيها، ومعايا البندقيه الاليه بتاعتي. واللي صورني الصوره دي القبطان وسام عباس حافظ، كان قائد الفصيله البحريه اللي انا فيها، علشان تتعرض على الفريق صادق، ونقول له دي الكلام ده كان قبل حرب 73 وجهزت عشان يقولوا ادي شكل الجندي المصري. الله. فانا فوجئت ان القبطان وسام عباس حافظ نزل على النت، وانا خدتها من على النت. فوجئت لقيت ضباط محترمين. اولا انا بحيي ضباط الشرطه المحترمين وضباط الجيش بيكلموني كلهم على النت والفيسبوك، يقولوا لي الصوره بتاعت حضرتك ديت بتدرس في الكليات العسكريه حاليا. يعني حاجه ففي ناس عظام كتير قوي على الفيسبوك، شباب. انا كان نفسي طبعا اتكلم من بدري علشان كل الناس نامت. انا اسف والله. لا ما تتاسفش حضرتك، انا عارف ظروف حضرتك، وانا اخرنا شويه على حضرتك، لكن هقول لحضرتك ده بيتعاد، وبعدين بيتعاد الساعه كام يا باشا؟ بالساعه كام يا جماعه قولوا لنا. عشان الناس وبعدين بيتحط على اليوتيوب، علشان الناس العالم كله بيشوفوا بقى من على اليوتيوب. اولا أنا واضح يعني ما شاء الله داخل على الفيسبوك وبقى لا انا ليا شغل كبير. انا مش قادر اقول سعادتك انا سعيد جدا اني اقعد مع الاستاذ يسري. الله يخليك الله يخليك والله بتكلم بجد. انا اللي متشرف، انا كل سعاده انا اللي متشرف ان انا اقابل حضرتك. وتحيه من ابطال المجموعه 39 الله يخليك ظباطها وافرادها بيحيوا سعادتك. الله يخليك يا والله انا بتكلم بجد. انتوا فخر. انا حاجه صغيره بس اتكلم فيها علشان ما اخدش وقت سعادتك في الاخر.
انا معايا صوره الشهيد عصام الدالي، طبعا كنت حاططها لان الراجل ده من العظماء اللي استشهد في عمليه من العمليات اسمها قرنطينه عيون موسى. معانا صورته يا جماعه ولا مش موجوده عنده. صوره الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين، كان مقدم. و بعد ما رحنا سقالة قرنطينة عيون موسى عشان نحرم العدو، ندمر له السقالة عشان نحرم العدو ان يجيب له تعيينات ذخيرة، يعني ما يمدوش بأي مؤن. فعبرنا القناة، وكان الشهيد عصام الدالي راكب في لانش بتاع القبطان وسام عباس حافظ، محمود سعد جلاد، احمد علي ابو الحسن، وكان فيه بطل عظيم الله يرحمه استشهد في نفس العملية اسمه عامر يحيى عامر. باختصار شديد لغمنا السقالة وفجرناها، وجت دبابات اتضربت عليها، واحنا في الانسحاب ضربت الدبابات علينا، دانا عملت سكترمه في الارض. طبعا كلمه سكترمه في الميه اقصد يعني بتنزل الميه وتطلع تاني. شالت رقبه الشهيد عامر يحيى عامر خالص، ربنا يرحمه ربنا يرحمه. وصوره الشهيد عصام الدالي طيرت نص دماغه. دروس الشهيد عصام الدالي دخلت في رقبه القبطان وسام عباس حافظ زي ما يكون شظايا. الوضع تمالك. انا كنت راكب في لانش تاني، الجلاد بدأ يلم الشهداء. ده الشهيد ايوه، دي مصوره. ده البطل العظيم الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين. ورجعنا يعني 2 شهداء، عامر يحيى عامر، وده الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين، من الناس العظماء. انا يعني هقول بس اسماء الشهداء. يا ريت تفضل. شهداء المجموعه 39 قتال. ارجوك قولهم. لوحه الشرف لشهداء المجموعه 39 قتال. وبمناسبه كلمه لوحه الشرف، في المتحف الحربي اللي في القلعه، المدير المخابرات الحربيه انشا وادالنا تعليمات، انا والعميد ماجد السروي طه. اعتقد عندنا الصوره الرئيس سادات وهو معاكم بيشوف لوحه الشرف معاكم على ده لوحه الشرف بالنسبه لشهداء المجموعه، كان في الزياره. انشئنا انا والعميد ماجد السروي. مش دي الصوره أيوة. السادات؟ الصوره دي قبل الشهيد ابراهيم الرفاعي ما يستشهد. اثناء هو اللي واقف على اليمين. ايوه. اول واحد الشهيد ابراهيم الرفاعي، بعد منه السادات، بعد منه اللي هو محرز. ايامها كان مدير المخابرات الحربيه، وبيوري له من دي كانت من اول اسم الشهيد عصام الدالي رحمه الله. صحيح. وبعد كده في الكارنتينا. وبعد كده شهيد قرنطينة عين موسى. واستشهد الشهيد عصام الدالي في 31/8 سنه 69. بعد كده اتحط اسم الشهيد ابراهيم الرفاعي في نفس اللوحه اللي هي اللي اتعملت، اللي هو راح ياخد السادات علشان يكرم اللي استشهدوا، هو انضم ليهم. سبحان الله، شوف المفارقات سبحان بتحصل. الله. يعني انا العقيد كان ايامها بس خد رتبه العميد بعد ما استشهد. ابراهيم على كان حرب ابراهيم الرفاعي السيد الرفاعي استشهد في الاسماعيليه في الدفرسوار، واحنا بنحاصر الدبابات في الثغره. استشهد يوم 19/10 عام 1973. وهذا اليوم ان شاء الله المجموعه 39 الاحياء بما فيهم شباب مصر العظيم، قرية الشهيد ابراهيم الرفاعي اسمها الخلالة، بالمدارس بتاعته منتظرانا هناك، نروح نحيي هناك. جميل. في قرية الخلالة في ناحية بالقاس في الدقهلية. جميل. بالشباب الوطن العظيم. جميل جدا. دي حاجة. الرائد أركان حرب محمد عصام الدالي استشهد في قرنطينة عين موسى في 31/8 سنة 1969. رقيب بحري من الصعقة البحرية زميل ليه موسى عبد العاطي محمود، الله يرحمه، استشهد في لسان التمساح الثانية، مش اللي أنا حكيت عليها. جميل. دي الثانية في 7/7/69. العريف بحري محمد عبد الحليم الشامي في لسان التمساح. الله يرحمه. عريف مجند طه السباعي الحداد في لسان التمساح. عريف مجند أحمد مطاوع استشهد يوم 6 أكتوبر لما اتضربت الطيارة اللي من ال3 طيارات وقعت بيه، ده استشهد وأسر فيها بطل عظيم من عندنا، واتعذب وعملوا فيه اللي ما يتعملش ورجع. هقول اسمه، اللواء محمد فؤاد مراد، من أعظم الأبطال، اتأثر في يوم 6 أكتوبر لما وقعت بيه الطيارة يوم 6 أكتوبر. واستشهد أحمد مطاوع، عذبوه وعملوا فيه كل، وبعدين تم تغييره مع تبادل الأسرى. ومنح نوت الشجاعة العسكري.
عمر ما في اسير بيمنح انواط او يمنح نوت شجاعه، لا ده منح نوت الشجاعه. يستاهل واكتر. في الجندي الله يرحمه جندي مجند ثاقب محمد جد، كل ده في لسان التمساح. الله يرحمه. جندي مجند محمد العوض السعيد، جندي مجند محمد الزناتي مهران، جندي مجند محمد عبد المنعم التوني، جندي مجند محمد عبد المنعم الحاطي، جندي مجند عامر يحيى عامر اللي استشهد في قرنطينة عين موسى مع الشهيد عصام الدالي، جندي مجند الباز سالم سليم. وتحية إعزاز وتقدير للمتوفين قائد ثاني المجموعة المرحوم العقيد طبيب محمد علي طه نصر، كان طبيب الله يرحمه، وكان ساب الطب وبدأ يشتغل معانا من المقاتلين، وكان قائد ثاني المجموعة. المرحوم الشهيد الجيزي الله يرحمه استشهد في الأدبية. المرحوم عبد المنعم أحمد غلوش، المرحوم البجاوي، المرحوم حنفي، المرحوم اللواء مصطفى كمال اللي كانت صورته معانا في الصورة الجماعية، المرحوم السيد سليمان، المرحوم عبده أبو عرام ابن دمياط، المرحوم الدسوقي عبد الحكيم، المرحوم النقيب عادل فليفل، المرحوم السيد هاشم. الله يرحمه. تحية إعزاز وتقدير لهم، وربنا يرحمهم جميعا ويرحم الشهيد إبراهيم الرفاعي يا رب يا رب. يرحمنا جميعا في هذا الوقت وفي هذه الأيام يا رب. نحسبهم جميعا شهداء والله حسيبهم. والله كان بودي أفضل معاك على طول. ربنا يخليك بجد والله. البقية تأتي ولا تحت أمرك. إن شاء الله إن شاء الله. لو قعدت مع حضرتك هقعد الصحة أسبوع وطول العمر، ويعني قبلة ربنا يخليك وتقدير وإجلال وتعظيم سلام على اللي عملتوه للبلد. المجموعة 39 بالكامل. وربنا يرحم طبعا بكل تأكيد القائد بتاعكم البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويسكنه فسيح جناته. آمين يا رب. مثله مثل غيره من أبطال مصر، وخصوصا هؤلاء. كل الصور تلاقيها إهداء من الرائد سمير نوح على الجنب في الحرف تحت خالص حضرتك، لأن كل الشباب دعمتهم ينزلوا الصور دي عشان الشباب يعرف أبهاتهم وأجدادهم عملوا إيه. احنا عملنا إيه وعملنا إيه وعملنا إيه بأقل الإمكانيات. ما كانش عندنا حاجات كتير، بس كان عندنا حاجة واحدة بس مهمة قوي، وهي الإرادة. أيوة. وفوق كل ده وده الإيمان بالله وبالنفس، وبأنك ممكن تعمل فرق لو عايز تعمل فرق. تصبحوا على خير.